احنا جايين ندعم السينما العراقيه بس ضاري دعمنا. أنا بالنسبة لي شفت إنه الفكرة ممكن يطلع منها شيء، بس للأسف التنفيذ كان كلش غلط، والتنفيذ هنا ما أقصد بس على القصة، لا من كل النواحي. أنا حبيت الفكرة مال الفيلم، كان ممكن إنه توسع أكثر إذا يشرحون للمشاهد شنو هاي الفكرة الروحانية، ويعني ومنين جاية وشلون يربطون الآثار بالروحانيات بالعراقي، كان ممكن تطلع كلش حلوة، بس هم ما شرحوا للمشاهد تفاصيل، يعني حتى اللي ما يعرف بالآثار ما راح يستوعب شنو هاي ايش تكسب، بس كتمثيل وإخراج لا يعني بدائي. أعطيني 4/10. أنا رأيي الفيلم كان كلش بدائي، إخراج ماكو، تمثيل كلش تعبان، الإضاءة كلش تعبانة، التصوير كله كاميرا شيكينج والأنجلز كله غلط، يعني ممكن تريدون تسووا واقعي بس مو لهالدرجة. هاي غير عن إنه ماكو واقعية بالفيلم كانت، وما بي فكرة، ما بي حوار، ما بي نص، بي هواي كلمات إحنا ما نستعملها، مال أني لازم أضع حد، إحنا وين نضع حد؟ ما نقول أخلي حد يعني مثلا المفتاح لا تقلقيني. اي ولا تقلقيني وبس باقي ارجوك ايناس. تقييمي 0، بس انه على الاقل واحد يبدي من الصفر. كلش استفزني في شيء معين اللي هو اكثر شيء يعني التمثيل رويده كلش كان فاهي وبارد، واكو مشاهد اصلا ما كان لها داعي. اوكي، خصوصا هذا المشهد اللي هي زحلقت بيه، يعني اللي يشوف الفيلم راح يعرف شو قصدي. اوكي، ما حبيت التصوير عبالك يصورون ريل او اعلان يعني مو مال الفيلم. اوكي، وبعد شنو؟ تقييمي للفيلم كفيلم عراقي يعني استوهم يبدون بالسينما العراقية، فممكن انطي 3-4 هيك شيء يعني. نرمين، أنت شنو رأيك بالفيلم؟ بداخوة